سيكتب التاريخ أن الرئيس الروسي بوتين قال لضيفه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون: الرئيس الجزائري زعيم يحترم مصالحه الوطنية ومصالحنا جميعا. نحن نحب الشعب الجزائري الذي حارب من أجل استقلال بلاده، والذي استشهد من أجله 1.5 مليون شهيد. ليرد الرئيس تبون بقوله: الجزائريون ولدوا أحرارا وسيبقون أحرارا في قراراتهم ومواقفهم. زيارة الرئيس تبون إلى روسيا كانت تقييما حقيقيا لمكانة الجزائر الدولية ودورها الدبلوماسي الكبير. نجاحها يتحدث عن الاستقبال الفخم الذي حظي به من قبل الرئيس الروسي بوتين في قصر الكريملين. نجاح زيارة الرئيس تبون إلى روسيا يتحدث عن التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة وعدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج عمل. الرئيس تبون دشن نصبا تذكاريا للأمير عبد القادر، وهو أول معلم لقائد عربي مسلم في تاريخ موسكو، وافتتح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري الروسي. استعرض معهم أهم محاور برنامج الإنعاش الاقتصادي متعدد الأبعاد الذي أطلقته الجزائر، حيث يوجد حاليا ما يقارب 1450 مشروع صناعي قيد الإنجاز، وإمكانيات هائلة للتعاون في مجال التحويل التكنولوجي والبنوك والسياحة، وكذلك الفلاحة والصناعة الغذائية والعلوم الدقيقة والطاقة والبنى التحتية والمنتجات الصيدلانية.